نفسه وعلى جانب فريق مراكش ضغط امين جويري فرصه المباراه ومفاجاه هذه ويساهم في ادوار دفاعيه جولوفين والاعتماد 40 دقيقه 200 بالثنائيات كانت كتير للخلف. على طول تمرير المره دي استلام بدايته مع هذه العرضيات 1 مقابل 8 ركب اللقاء نهايه الشوط الاول هنا بالتعادل السلبي في ملعب لويس الثاني ايضا وطاره وامام طلق شوط المباراه الثاني كليمون جان بيير بابان فاز بالكره الذهبيه عام 91 وجورج جوية 95 والقيصر فرانس بيكن باور طبعا واحد من نجوم ايضا الشوط الثاني حتى الان. مره ثانيه كره تعود ضغط على امين جويري خلاص اختيارات اللي كانت انضمامه الى صفوف فريق الكبير 63 بي اس جي 59 لانس في المركز السادس 47 في المركز السابع 47 نقطه لمه حلوه العرضيه يا ولد يا دينيس يدور قلنا الكرواتي سان باولي عاليه واكيليوش الى التحرك وكره عرضيه صعبه قوي على الحارس الارجنتيني الحارس التعادل التعادل بص 7% نزل نتيجه اللقاء 1-0 لموناكو يجور لكن المره دي امام بيمبا عفوا دخول اللاعب دياتي ورؤيات 4 الشوط الاول 2 الشوط الثاني الكرات العرضيه الخطيره سجل هدف اللقاء في الدقيقه 59 من عمر المباراه. على كل دي اسماء لعبت في هذا الفريق مره ثانيه اوكامبوس ايضا لاعب ادي الراسيه المره دي هويبرغ حتى الان على الاقل هدف التعادل مره ثانيه هنا امين جولوفين صاحب الهدف دينيس زكريا 21 قادما من كلاب روج البلجيكي امامنا اللي دخل في اللقاء مكان مويسا لاعب فوز كان في الدقيقه 82 لمارسيليا في ملعب برديب طبعا اللي فاز معاهم بالدوري 70 دقيقه هكذا نادي موناكو 11 موسم متتالي في الدوري فاول في مكان خطير امامنا هويبرغ امين جويري تسديده تمر التعادل جديد امامنا هنا من جانب فاكويندو ميدينا مرر كوره ايجور شوف هنا امين جويري ما زال يجعله خامس مع مارسيليا 49 نقطه لكن فين يا راجل بعيد. على بالي كاين بزاف من الجماهير الجزائريه اللي شافت لي كومونتير والهجوم على الجماهير الجزائريه اللي تفرجت الماتش في ايطاليا وحنا نعرفوا شكون هما الجماهير اللي من بلاد ماهيش بلادنا ويتبعوا المنتخب الوطني تاعنا اكثر منا في هذا الفيديو.